أشرف السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مساء يوم الاثنين 18 من نوفمبر الجاري بمناسبة تخليد الذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد على فعاليات حفل التميز السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط، والذي تميز بصرف منح مالية تحفيزية ومشجعة لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن بصموا على نجاح دراسي مبهر وحصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي المنصرم تحفيزاً للتفوق الدراسي وتشجيعاً على استكمال المسار التعليمي الجامعي. وقد اشتملت الحوافز المالية المقدمة على منح دراسية جامعية تبلغ قيمتها 50,000 درهم تمنح على 5 دفعات بمعدل 10,000 درهم سنوياً، وتمتد ل5 سنوات طيلة فترة التعليم الأكاديمي العالي، حيث استفاد من هذه المنحة المالية الدراسية 12 طالبة وطالباً من أسرة الأمن الوطني ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية والتحقوا بمؤسسات تعليمية وجامعية عليا. أما الجزء الثاني من الحوافز المالية المقدمة فكان عبارة عن دعم مالي استثنائي تراوحت قيمته ما بين 4,000 و5,000 درهم تم تسليمها بشكل مباشر لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية خلال الموسم الدراسي المنصرم، حيث بلغ مجموع المستفيدين 109 تلميذاً، فيما تعتزم المؤسسة في الموسم التعليمي المقبل مضاعفة عدد المستفيدين من هذه المنح والمكافآت الدراسية مع الرفع من قيمتها المالية، وذلك عملاً بتوجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. إلى جانب ذلك أطلقت هذه المؤسسة خلال السنة الجارية برنامجاً اجتماعياً جديداً يتمثل في عقد شراكات واتفاقات مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا، وذلك بهدف تيسير التحاق أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسياً بهذه المؤسسات الجامعية. وتندرج هذه المبادرات التعليمية والتحفيزية التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بتعليمات من السيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ضمن البرامج الاجتماعية الطموحة التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية والتعليمية المقدمة لموظفي الشرطة العاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم.